ريحة صواني مفحفاحة وكستريطة مشواحة. الله 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 الله، انطلق مدفع الإفطار. سيدي يا سيدي، الصلاة على النبي، اللهم بارك، قولوا ما شاء الله. أحلى عزومات في رمضان دي ولا إيه؟ هاتي يا بنتي ناوليني، عشان أنا مش مفترية ولا قوية، وبالبواقي بظبط السفرة دي. صلوا على النبي يا بنات. دي بقى البواقي اللي كله بيقعد يقول لي انت بترمي البواقي، طب فين البواقي بتاعت امبارح؟ ايه الافتراء ده؟ احنا مش مفترين ولا حاجه، احنا بالصلاه على النبي اللهم بارك. عندي رجاله ياما بتاكل، فما تخافوش يعني، ما عندناش حاجه بتترمي، كله بيفضل وكله، بس مش هحط يعني قدام الكاميرا البواقي، بس والله قلت النهارده اللي لازم احطها لكم بقى اهو. صلوا على النبي يا بنات. ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. روتيني في الصيام بعد ما اتكممت هو عادي كده ولا زيكم، ولا بناكل غيركم، ولا لينا اكل مخصوص، ولا بنعطش، ولا بنشرب، ولا ما بنصومش؟ ليه ده انا النهارده هقولك اسرار لاول مره تعرفيها، ومحدش هيقولها لك غيري، محدش هيقولك حقيقه هتعملي ايه بعد التكميم غير ليلى اختك النجار. ايوه حطي لي بقى لايك وشير كتير، وقولي لي كل سنه وانت طيبه يا لولو، وينعاد عليا وعليكم كل الايام كلها بخير، وندعي دعوه حلوه لدكتور رامي حلمي. عايز اقولك المايسترو الفنان اللي خلاني من 170 كيلو بقيت 100 كيلو، ربنا يرضيه ويرضى عنه. ودعوه حلوه ليه ساعه الفطار، لان الراجل ده بجد ليه معايا مواقف ما اقدرش عمري ابدا انساها. دكتور رامي حلمي كلك خير وربنا يرضيك ويرضى عنك. تمام. بعد ما عملت الفراخ القمر العظمه اللي انتوا شايفينها دي، انتوا بصوا اسمعوا بقى الكلام اللي هحكيه وركزوا مع الوصفه، تركزوا مع كلامي براحتكم جدا. انما الفراخ دي محدش هيعملها بالجمال ده الا انت يا ست البنات من ايديك الحلوه دي. طب يلا بينا نحكي واقول لك انا ايه حكايتي بعد التكميم. طب هل انا باكل زيكم؟ لا. طب هل احنا مثلا بنجيب اكل مخصوص؟ لا، ما بنجيبش اكل مخصوص خالص، اللي بنعمله هو اللي بناكله. ايوه دكتور رامي قال لنا ما تحرموش نفسكم من حاجه، احنا ما بنحرمش نفسنا من حاجه، بس بنمشي بنظام، والنظام ده هتشوفيه دلوقتي. واول مره في حياتي هاكل معاكم حصري، هفطر معاكم في رمضان يا بنات. ايوه هفطر معاكم في رمضان، وهعمل لكم شويه رز. ركزي بقى مع الرز وركزي مع كلامي، يا خبر ابيض على شويه رز الجايين دول، لان فيهم كل العناصر، فيهم كل حاجه انا بحتاجهم. ايوه والله العظيم. طيب اول حاجه كده، طبعا الناس اللي بتقول لي يا ليلى حصل تغيير في شكلك، حصل تغيير في كل حاجه، ده فعلا والله، حتى في اكلي حصل تغيير جدا في ده. انا بقيت موفره توفير يا ولاد، ما اقول لكم والله العظيم. الاول كنت بعمل مثلا رز كتير، اكل كتير، دلوقتي بعمل قليل جدا. طب احنا بنشوفك يا ليلى، ده انت مش، ده انت في رمضان مش عاتقه نفسك، والناس اللي بتتكلم مع البواقي. يا جماعه يا جماعه الخير، البواقي بتاعت امبارح والله ما رضيتش ايه اوزعها وشلتها لكم عشان اوريكم ان احنا بيبقى عندنا بواقي، احنا ناس عاديين جدا. بس احنا اولا انا عندي افراد كتير جدا، اللهم بارك اللهم بارك، ربنا يزيدهم يا رب، ربنا يزيدنا وما ينقصنا. انا عندي ناس كتير بتفطر. تمام. مش لازم يعني اجيب كل اللي هيقعدوا يفطروا. تمام. وغير كده في حاجات بتطلع بالصلاه على النبي يعني، اللهم بارك. طيب تعالي بقى نحكي حكاية الموضوع النهاردة اللي شغل الناس كلها، والرسائل كتير اللي بتسألني انت بعد التكميم يا ليلى هل انت بتاكلي كويس؟ هل الصيام معاكي ما بيتعبكيش؟ الصيام ما بيتعبنيش خالص الحمد لله ولله الحمد. عادي جدا، وهقول لك ازاي تمشي روتين حياتك وانت متكممة. ست البنات ركزي معايا كده وصلي على النبي. اهم حاجة اول ما الاذان ياذن عادي خالص هشرب معاكم دلوقتي هتشوفوا. اهم حاجه شويه الشوربه في الاول، خديها مني نصيحه، ابدأي بحاجه دافيه تدفي معدتك. يا سلام بقى، ابويا كان بيعمل كده على فكره. ابويا كان يشرب بق شوربه دافي وياخد الثلاث تمرات او 5 تمرات او 7 تمرات سنه عن حضره سيدنا النبي، ويجري يصلي المغرب. وانا واخده عنه وارثه الحكايه دي، وبعد ما اتكممت بقيت نفس الموضوع، وحسيت فعلا انه حاجه صحيه جدا. واما استاذنت دكتور رامي حلمي وقلت له على نظام الروتين بتاعي بعد ما اتكممت كده في الصيام، قال لي يا ليلى برافو برافو وحلو قوي، واداني كمان تعليمات ماشي على انه، عايز اقول لك هو دكتور رامي حلمي انت مش بس تكممي معاه، لا ده الراجل ده هتحسيه اخوك، ابن خالتك، ابن عمتك، حد كده معاكي طول الوقت، مفيش في وقت ابدا بخل على حد بصراحه بمعلومه. وكل
كل حاجة بيقعد يشرحها لِك كده باستفاضة حلوة هو وفريق العمل كمان اللي معاه. طيب يا ليلى أنتِ بتاكلي كل الأكل؟ آه، هاكل دلوقتي قصادكم، هاكل من الفراخ دي وهاكل من كل حاجة أنتم شايفينها دلوقتي أنا هاكل منها، تمام؟ أهم حاجة بس بتبدئي يعني أنا خلاص خدت شوية الشوربة، خدت ال3 نمرات، أروح أصلّي المغرب، أرجع زي ما أنتم هتشوفوا دلوقتي، هاقعد آكل أهم حاجة آكلها البروتين، لازم الطبق اللي هتعمليه يكون فيه عناصر كتير، منهم أهم حاجة البروتين إذا كان لحمة أو فراخ أو سمك، وكمان تاني حاجة الخضار النشويات حاجة قليلة، علشان كده أنتم هتشوفوا دلوقتي أنا هاخد معلقة ونُص بس من الرز، ودي برضه من ضمن تعليمات الدكتور. وأنا اللي ماشية على النظام برضه ده كمان، أنا شربت شوية الشوربة أهو، رُحت صلّيت ورجعت حطيت في الطبق بتاعي أول حاجة البروتين، أول حاجة تنزل معدتِك كده البروتين علشان غذاكِ، والرز طبعًا جوّه منه الخضار، في رز في حاطة جزر وحاطة فلفل ألوان واللهم بارك يعني. عندِك خضار كُلي، أنا بالنسبة لي ما اقدرش أكمّل حتّة اللحمة دي عشان تبقوا واثقين من كده بس، أنا كلت نُصّها بس. النظام اللي أحلى من كده يا بنات بقى هو نظام اللقميات، يعني الطبق ده ممكن تعمليه بقى شوية خضار كتار وحتّة بروتين كبيرة وكده، وتروحي وتيجي عليه طول اليوم مش مشكلة تاكلي عدد مثلًا 6 وجبات في اليوم، المهم على نظام اللقميات حاجات صغيّرة أوي. ويا رب أكون النهارده أفدتكم واديتكم معلومات حلوة ودعوة حلوة منكم الدكتور رامي حلمي، وباحبكم أوي والسلام عليكم.